السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول إعدادي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ شابتر 1 في يونت 7 طبعا، اللي هو مختص بالستوري. طبعا الستوري بتاعتنا السنة دي أو الترم ده اسمها The Golden Goose، يعني الوزة الذهبية. The Golden Goose معناها الإيه؟ الوزة الذهبية. طبعا دي قصة تعتبر كرتونية، بس بتعلمنا شوية values، يعني قيم. طبعا تعال نشوف كده المين كاركترز بتاعتنا، الشخصيات الرئيسية، لأن طبعا مهمة جدا وجميلة. نبدأ أول كاركتر عندنا. طبعا أول كاركتر عندنا، أول شخصية عندنا بتتكلم عن ولد مسميينه داملينج. ولد مسميينه داملينج. يعني ايه داملينج؟ كلمة داملينج دي معناها طيب أو أحمق. شخص يعني طيب، بس طيب إيه بزيادة، مسميينه داملينج. طيب مين هو الداملينج ده؟ طبعا جايب له اهوت الداملينج هو اليونجست سن. يعني ايه يونجست سن؟ هو الابن الأصغر، الابن الأصغر. He was kind، كان طيب. and often loved، كانت من صفاته اللي هو كان غالبا ايه؟ loved. يعني ايه loved؟ كان بيضحك كتير. خلاص، كان بيضحك كتير. even، حتى even though، بالرغم ان الايه الناس طبعا called him dumpling، كانت الناس بتسميه dumpling. he had a good heart، هو كان عنده قلب جيد، قلبه كان kind، عطوف. يبقى أول كاركتر عندي ولد اسمه داملينج. ولد اسمه داملينج. مين هو الداملينج؟ ذا يونجست سن، الابن الأصغر. معنى كده إن في الإلدست اللي هو الأكبر، وفي الميدل اللي هو الأوسط. بعد كده عندي the eldest son. the eldest son، الابن الأكبر. the eldest son معناها الابن الأكبر. he was proud and selfish، كان من صفاته اللي هو proud، شخص متكبر. and selfish، يعني ايه selfish؟ selfish معناها أناني. selfish معناها أناني. يبقى eldest son، الابن الأكبر، كان proud وكان selfish، كان شخص متكبر وكان شخص أناني. تالت كاركتر عندي ذا ميدل سن. ذا ميدل سن اللي هو الابن الأوسط. الابن الإيه؟ الأوسط. He was clever but unkind، كان ولد clever، كان ذكي وكان ماهر. but ولكن unkind، يعني إيه unkind؟ غير طيب أو غير عطوف. جميل كده. احنا ايه خدنا كام كاركتر؟ كده خدنا 3 نفتكرهم كده مع بعض. اول حاجه عندي الداملينج. قلنا يعني ايه داملينج؟ اللي هو الولد الداملينج اللي هو كان احمق او كان طيب بزياده شويه، كان اسمه داملينج. تاني واحد الالدست سن، الابن الاكبر. تالت واحد اللي هو الميدل سن، يعني الابن الاوسط. طبعا الابن الاصغر كان كايند، كان ايه ولد طيب وعطوف، وكان عنده جود هارت، قلب ايه جيد. انما الالدس اللي هو الاكبر كان براود، كان شخص فخور خلاص او متكبر، وكان سيلفش اناني. الميدل الاوسط كان كليفر، كان شخص ماهر، بط ولكن unkind. نيجي بعد كده البرنسز. طبعا البرنسز اللي هي الاميره. برنسز الاميره مالها؟ she had never smiled، عمرها ما ضحكت. or loved before، أو ابتسمت من قبل. her heart was filled with joy، كان قلبها مليء بالمرح أو المتعة. when، عندما she saw dumpling، لما شافت الداملينج. مين شاطر فاكر كلمة dumpling يعني؟ يعني اللي هو الشخص الإيه الأحمق ده. خلاص. and the golden goose، والوزة الإيه الذهبية. جميل. طيب بعد كده الكاركتر اللي عندي ذا كينج، الملك. طبعا الكينج اللي هو ابو البرنسز الاميره. ماله؟ he promised that، طبعا وعد ان whoever could make his daughter، ايا كان الشخص اللي يقدر يخلي الدوتر بتاعته، ابنته طبعا، اللي هي مين؟ البرنسز. مالها؟ ذا برنسز لاف، يخليها تضحك. would marry her، هيتجوزها. يبقى الشخص اللي هيقدر يخليها تبتسم خلاص ويرجع لها ضحكتها تاني سوف يتزوجها. يا ترى بقى مين هو سعيد الحظ؟ احنا قلنا مين؟ الداملينج.
جميل. بعد كده الجولدن جوس. ذا جولدن جوس الوزة الذهبية مالها؟ It has magical powers. كان لديها قوة سحرية. قوة سحرية. ذات التي make anyone التي تجعل أي شخص who touches it أي شخص يلمسها اللي يحصل له stick to it بيلصق فيها بيلزق في الايه؟ في الجولدن جوس. بعد كده آخر حاجة عندي الأولد مان الرجل العجوز. he asks the sons طبعا هيجي بعد كده الجولدن أو هيجي بعد كده الأولد مان الرجل العجوز هيسأل الثري sons الثلاث أبناء دول يطلب منهم food الطعام and water والمياه in the forest فين؟ في الغابة. he blesses dumpling طبعا هو بيعطف ايه على الدملينج for his kindness من أجل طبعا العطف بتاعه and guides him وطبعا يرشده to the special tree إلى الشجرة المميزة with the golden goose اللي طبعا فيها أو عندها الوزة الإيه؟ الذهبية. جميل. طيب تعال نشوف البليس. يا ترى الصورة دي هتحصل فين؟ أول بليس عندي الفورست. يعني ايه فورست؟ الغابة. فورست يعني ايه؟ الغابة. where dumpling حيث الدملينج and his brothers cut wood حيث الدملينج واخواته كانوا بيقطعوا الوود. يعني ايه cut wood؟ يقطعوا الخشب. a small hotel فندق صغير at a busy market في طبعا سوق مزدحم. the village and roads القرية والطرق. the breed passed through طبعا الموكب اللي مروا من خلاله. عندي برضو the royal palace and kingdom المملكة والقصر الملكي. المملكة والقصر الملكي ده كل البليسز اللي هي يحصل فيها الستوري. طب التايم كان وقتها امتى؟ long ago يعني منذ زمن بعيد أو once upon a time يعني منذ فترة أو في يوم من الأيام. once upon a time في يوم من الأيام. ندخل بعد كده when the three brothers. يعني ايه three brothers؟ الثلاثة ايه؟ اخوات دول. أول حاجة عندي selfish. يعني ايه كلمة selfish؟ selfish معناها شخص أناني. مين شاطر فاكر كده مين الشخص اللي كان selfish في الستوري بتاعتنا؟ قلنا مين؟ اليونجست ولا الالدست ولا الميدل؟ اللي مركز معايا طبعا هيقول ان الشخص السيلفش ده كان الالدست. قلنا يعني ايه الدست؟ الابن الايه او الاخ الايه؟ الاكبر. انجير يعني يجرح او يصيب. اكس معناها فأس. succeed يعني ايه succeed؟ ينجح. ينجح. طب عكس succeed فيل. عكس succeed فيل طبعا معناها يفشل. slip معناها ينزلق. forever يعني للأبد. بعد كده بور. طبعا بور معناها شخص فقير. شخص فقير. طبعا عكسها ايه؟ rich معناها غني. unkind يعني ايه unkind؟ طبعا unkind معناها غير طيب او غير عطوف. طب مين اللي كان unkind بقى؟ مين الشاطر اللي مصحصح معايا كده؟ unkind شخص غير عطوف. مين؟ اليونجست ولا الميدل ولا الالدست؟ طبعا الشخص اللي كان غير عطوف هو الميدل سن الابن الايه؟ الاوسط. وود يعني خشب او حطب. refuse معناها يرفض. return معناها يعود. sons طبعا كلمة sons معناها أبناء. laugh معناها يضحك أو يسخر من. كلمة laugh معناها يضحك أو يسخر من. cut طبعا يقطع. kindly معناها بلطف أو بعطف. turn
كلمة turn معناها دور. it's your turn يعني حان دورك. dumpling dumpling طبعا dumpling قلنا الشخص اللي هو اليونجست son الابن الأصغر، وده معناه طبعا ساذج أو أحمق. ساذج أو أحمق يعني شخص بيبقى طيب بس بزيادة شوية، بنقول عليه dumpling. بنقول عليه dumpling. forest forest طبعا قلنا كلمة forest معناها غابة. forest معناها غابة. rudely rudely كلمة rudely معناها بوقاحة. rudely بوقاحة. rudely بوقاحة. break 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 معناها يكسر أو يحطم. break break. slide out slide out يعني ينزلق للخارج. slide out slide out. يلا بينا ندخل على هنشوف التكست بتاع شابتر 1. عايزك تصحصح معايا كده لأن طبعا أحداث الشابتر جميلة ولذيذة. طبعا قلنا التايتل بيتكلم عن The Three Brothers. يعني ايه Three Brothers؟ يعني الإخوات الثلاثة. الإخوة الثلاثة. احنا اتفقنا قلنا إن في 3 sons 3 أبناء أو 3 brothers 3 إخوات. الإلدست والميدل واليونجست. الإلدست والميدل واليونجست. نبدأ بسم الله. Once upon a time يعني ذات يوم من الأيام there was a poor man. كان في رجل عجوز. كان في رجل عجوز. ماله البور مان؟ who had 3 sons. البور مان ده الرجل العجوز ده أو الرجل الفقير ده المسكين كان لديه 3 أولاد. the eldest الابن الألدست اللي هو الأكبر was كان proud and selfish. proud and selfish قلنا كلمة proud معناها طبعا واخدينها معناها فخور، بس هنا جاية مش بمعنى فخور، جاية بمعنى متكبر. شخص متكبر. proud proud and selfish. يعني ايه selfish؟ طبعا كلمة selfish معناها أناني. selfish معناها أناني. the middle son الابن الأوسط. the middle son الابن الأوسط was clever كان شخص clever. يعني ايه clever؟ ماهر. شخص ايه؟ ماهر وذكي. طيب ايه مشكلته بقى؟ but ولكن للأسف unkind. يعني ايه unkind؟ غير طيب، مش كويس مع الناس، الناس مش بتحبه. unkind. يبقى الميدل son الابن الأوسط كان ماله؟ كان clever but ولكن unkind. and the youngest نيجي بقى للثالث كده. الأول اللي هو الألدست والميدل كانوا يعتبر وحشين. طيب اليونجست بقى الابن الأصغر قلنا إن اليونجست ده كان kind. يعني ايه kind؟ طيب أو عطوف. يبقى the youngest was kind كان ولد طيب. and often loved كان غالبا بيقعد يضحك. كان بيضحك كتير. طيب people الناس طبعا called him كانت بتناديه dumpling dumpling. قلنا يعني ايه dumpling؟ يعني الشخص اللي هو الأحمق أو الساذج. yet he had a good heart وبالرغم من كده كان عنده good heart. يعني ايه good heart؟ قلب جيد. good heart معناها قلب جيد. one day ذات يوم من الأيام في يوم من الأيام اللي حصل their father sent each son. جه بقى الأب كان هيرسل كل son كل ابن منهم إلى الفورست إلى الغابة. each son كل ابن into the forest. قلنا كلمة forest معناها ايه؟ الغابة. forest الغابة. forest الغابة. طب ليه هيروحوا بقى الغابة؟ to cut wood to cut wood to cut wood عشان يقطعوا الخشب أو الحطب. طيب the eldest طب يا ترى هيبدأ بمين؟ طبعا البور مان الرجل العجوز ده أو الفقير ده أو المسكين ده أول ما هيبعت طبعا هيبدأ بمين؟ بالإلدست. يعني ايه إلدست؟ الابن الأكبر. إلدست الابن الأكبر. the eldest brother الابن الأكبر went first ذهب أولا. طيب يا ترى هيعمل ايه؟ as he worked أثناء ما كان بيعمل an old man رجل عجوز. رجل عجوز old man جه عليه كده خلاص. an old man came closer اقترب منه asking for food
بيطلب منه الفود الطعام and water والمية. يبقى الرجل العجوز ده بيطلب من الالدست ايه؟ son الابن الأكبر food and water. يجي سؤال هنا what did the poor man أو the old man ask؟ طلب ايه الرجل العجوز ده من الايه؟ البراذرز، من الإخوات كلهم كان بيطلب ايه منهم؟ يبقى asking for food بيطلب الطعام and water والمياه. جميل. طب يا ترى بقى the eldest son الابن الأكبر هيعمل ايه؟ the eldest son الابن الأكبر thinking only of himself كان بيفكر بس في نفسه. ما احنا قلنا عليه في الأول إن هو selfish، قلنا عليه اللي هو selfish. قلنا عليه كلمة selfish يعني أناني، selfish يعني أناني، selfish يعني أناني. كان بيفكر بس في نفسه and rudely refused. ده رفض كمان rudely يعني ايه rudely؟ يعني بوقاحة. كلمة rudely معناها بوقاحة. rudely ينفع كده eldest ولد كبير يرد على الاولد مان ده rudely؟ طبعا ما ينفعش. قلنا كلمة rudely معناها بوقاحة. طيب يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ soon after بعد كده his ex slept. نتيجة فعله الوحش ده، تصرفه مع الرجل العجوز ده بشكل رودلي، بشكل وقح، اللي حصل الاكس بتاعته، الفأس بتاعته اللي هو بيقطع بيها الوود، طبعا slept يعني انزلقت and he injured his hand وأصيب في ايده. طبعا ده نتيجة العمل الايه الوحش اللي هو عمله. tired and angry هو كان متعب وكان غضبان. he went home طبعا بعد الموقف ده واللي هو injured أصيب في his hand في ايده، اللي حصل رجع البيت وهو tired متعب. مش بس كده، ده angry غضبان. جميل. with little to show كان معاه القليل من الوود الخشب. the next day في اليوم التالي the middle brother الابن الأوسط. كده الإلدست عرفنا عمل ايه مع الأولد مان. جه بقى دور مين؟ جه دور الميدل براذر الابن الأوسط. ايه اللي هيحصل؟ طبعا جه دور الابن الأوسط، هيذهب إلى الفورست إلى الغابة. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ he too met the old man هو أيضا قابل الايه الأولد مان الرجل العجوز. who asked kindly طبعا الاولد مان داخل على الايه الميدل سان وبيطلب منه kindly. يعني ايه kindly؟ بشكل طيب وودود بايه بعطف وبلطف. بيقول له بقى، بيطلب منه ask kindly for food بيطلب منه الفود الطعام and drink والمياه، طالب منه اكل وميه. هيعمل ايه بقى الميدل سان؟ الميدل سان اول ما شافه كده عمل ايه؟ the middle son laughed قعد يضحك عليه ويسخر منه. laughed كلمة laughed معناها سخر منه. at him and walked away ومشي بعيد، سابه ومشي بعيد. طبعا ده عمل rude وقح. not long after طبعا ربنا هيجازيه نتيجة العمل اللي هو بيعمله. زي مين؟ زي الإلدست son زي أخوه الكبير. not longer ايه؟ not long after يعني لم يمضي وقت طويل. اللي حصل his axe broke الأكس بتاعته الفأس بتاعته broke اتكسرت. طب مين شاطر فاكر الايه الإلدست اللي حصل له؟ قلنا ان هو injured his hand أصيب في ايه؟ في يده. طيب and he returned home يبقى لما الأكس بتاعته broke اتكسرت طبعا رجع الايه المنزل with nothing بدون اي خشب. رجع طبعا with nothing بدون اي شيء. both brothers كده كم واحد راح الفورست؟ 2 اللي هو الالدست والميدل. كده الدور على مين؟ على اليونجست. طبعا كل من الاخوان laughed at سخروا وضحكوا على الداملينج على أخوهم الأصغر الداملينج. when their father told him
it was his turn. لما أبوه أخبره إن جه his turn دوره، يلا يا داملينج الدور عليك. طبعا إخواته ضحكوا عليه، طبعا بيقولوا له أنت دلوقتي إحنا ما قدرناش اللي إحنا نحصل على الوود، أنت يا داملينج يا ساذج يا أحمق هتقدر إيه تجيب الوود الخشب؟ طبعا اللي هيحصل for they thought لأنهم بيعتقدوا he couldn't succeed إن هو لن ينجح. كلمة succeed معناها ينجح، كلمة succeed معناها ينجح. but ولكن dumbling though simple بالرغم من البساطة بتاعته دي had a heart عنده قلب full of kindness مليء بالعطف والرحمة that التي would soon change his life today forever. طبعا الرحمة دي هتغير change his life forever هتغير حياته للأبد، هتغير حياته للأبد. طبعا احنا دلوقتي مش عارفين الداملينج هيعمل ايه في الفورست، وده اللي ان شاء الله هنعرفه في شابتر 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.